مش عارف تطبطب ما تجرحش. أوقات كتير بنحاول نكون جنب اللي بنحبهم في أوقات ضعفهم، نحاول نخفف عنهم، نقول كلمة تواسيهم، لكن بدل ما نحسسهم بالأمان نلاقي كلامنا زود وجعهم. لأن الحقيقة مش كل طبطبة بتكون مريحة، مش كل كلمة حلوة بتكون مناسبة في وقتها. في حد موجوع تيجي تقوله ما تبقاش كده، شد حيلك، في ناس ظروفها أصعب منك، كأنك بتقوله إنه وجعه مش مهم وإنه مش من حقه يحس بالحزن. وفي حد تاني محبط تقول له انت قوي والمفروض ما تحسش بكده، فتخليه يحس انه مش كفايه وان ضعفه مش مقبول. وفي حد تاني فقد حد غالي فتقول له الزمن كفيل ينسيه، وكأنك بتقلل من قيمة ألمه ومن قيمة الذكرى والحب اللي جواه. الناس مش عايزة كلام مثالي، الناس عايزة حد يحس بيها بجد، عايزة حد يكون موجود يسمعها من غير ما يحكم، يحضنها من غير ما يحسسها إنها لازم تقوم حالا وتكمل وكأنها ما تعبتش. أوقات كتير الطبطبة الحقيقية مش في الكلام، لكنها في الوجود الصادق، في النظرة اللي تقول أنا معاك، في اللمسة اللي بتقولك أنت مش لوحدك، في الصمت اللي بيقول أنا سامعك من غير ما تحتاج إنك تشرح. عشان كده فكر قبل ما تطبطب، لأن مش كل كلمة تشجيع بتواسي، ومش كل نصيحة بتداوي، وأوقات الحضور بس بيكون هو العلاج.